اليوم أنا سويت هريسة النبكي. مين ما بيعرف هريسة النبكي؟ كتير كتير طيبة، وش هي طريقتها كتير سهلة. طبعا هي المكسرات هي أساسها بالفستق الحلبي، لكن أنا عملت لكم إياها بالبندق. يلا خلينا نشوف الطريقة. يلا على الطريقة وعلى المقادير. هاي هلا مكونات. هون عندي مكونات الهريسة النبكي. طبعا هون عندي بندق أنا نقعته مشان أقطعه وأحطه على وجهها. بنقعه بالمي قبل بنص ساعة مشان الحبة ما تنحرق. هي طبعا بالفستق الحلبي، بس أما أنا راح سويها بالبندق. هون عندي زبدة، طبعا زبدة غنم. هون عندي سكر، كربونات الصوديوم. هون بيكنج بودر، حليب، سمنة. هي طبعا بالسمنة العربي شغلة. هون عندي سميد وسط. قبل الشي رح فتر الحليب، رح اضيف كاس وربع لان انا بدي اضيف الكمية. هلا رح اضيف كاسين. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كاس، اثنين، كاسين ونص سميد. هلا رح اضيف السكر، 3/4 كاس سكر. هون رح اضيف الزبدة، رح اضيف نص معلقة طبعا سمنة، لأن هسه كمان بحتاج سمنة على الوجه، على وجه الصينية وأذن الصينية. في طيبتها بالسمنة العربي. هلا رح افركها. ونضل بفرك السميد لحتى حبيت السميد تشرب السمنة والزبدة. هلا بضيف كربونات، طبعا بدي انا من بيكنج بودر تقريبا معلقة صغيرة، يعني مثل ما شايفين معلقتي كتير صغيرة. هلا بعد ما شفتها شربت الزبدة والسمنة. هلا راح اضيف الحليب كله. هلا راح عيفها تقريبا من نص ساعة للساعة لتختمر. هيك بدين انا حبيت تشرب السوائل كلها، تصير شكلها مثل العجينة. ما مر عليها تقريبا ساعة. هون عندي الصينية السمنة. هون أنا البندق قطعته. أنا بحط تقريبا معلقة سمنة بحط الصينية مثل ما حكيت. طيبتها بجيب طعمتها هي السمنة. هون عندي قطر، هبل هيك بالقطر. طبعا القطر هيك دهن بالقطر كتير كتير ضروري، لأنه بيعطيها شقار كتير حلو. هلا راح اوزع البندق. كمان راح اضيفها تقريبا معلقة على الوجه. هلا راح احطها من تحت، راح اشغل عليها من تحت بس تقريبا لمدة ربع ساعة، وشغل عليها من فوق ومن تحت. بعدين بتاخد معي وقت تقريبا نص ساعة لل40 دقيقة. هلا بعد ما مر علي مرور تقريبا اكثر من نص ساعة، نص ساعة اخذت معي بالضبط، ربع ساعة بس من تحت، وتقريبا 10 دقايق اخذت معي من فوق، يعني اخذت نص ساعة. ما شاء الله يعني الريحة غير ما بتنوصف. هلا انا هنا عندي قطر. طبعا القطر انا عملته مسبقا بارد. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا راح اصقيها بالقطر. انا هلا راح دشرها تقريبا بدها 4 ساعات. تاخد معي وقت 4 ساعات في البراد لتبرد مزبوط.
هاي طريقتها النهائية طبعا بعد ما خليتها بالبرد لمدة 6 ساعات طولت. هلا بنشوف شو بدنا نجربها. شوفوا ما شاء الله ريحتها بتطير العقل. جربوها ما بتندموا، بس اتبعوا الوصفة. صحتين وهنا. ان شاء الله عجبناكم، واستنونا انتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله.